انت بتقول عليا انا كده يا كريم؟ خناقة بين كريم عبد العزيز ومحمد رمضان بسبب نكتة قالها كريم عن محمد رمضان وما يعرفش ان هو سمعه. القصة بدأت لما كريم بدأ تحضيرات في الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، وكان في شوية تعديلات على القصة والمخرج كان شايف ان كريم لو دخل معاه نجم كبير هيسند معاه الجزء الثالث لانه هيكون مفاجأة وهيكون متكلف جدا. الاختيار بين المخرج والمؤلف وقع على محمد رمضان، لكن رمضان عنده ارتباطات كتير، لكنهم قالوا نكلمه ونسأله ونشوفه هيقول ايه. الغريبة ان محمد رمضان قال له هفضي نفسي وهلغي اي مشروع هدخله عشان اكون معاكم، الفيلم حلو وانا بحبه وتمنيت اكون بطل مع كريم في الفيلم ده. الاتفاق تم بين المخرج محمد رمضان ورمضان وصل لمكتب المخرج بعد ساعة واحدة من كلامهم. على الناحية التانية كريم كان عارف ان في نجم هيجي معاه في الجزء الجديد من الفيلم، لكن اخر حاجة كان يتوقعها انه هيكون محمد رمضان. المخرج اتصل بكريم وقال له حذر فزر، مين البطل اللي هيكون معاك في الفيلم؟ كريم قال له احمد عز. المخرج قال له انت قرب بس هو على اسمر شويه. كريم ضحك وقال له يبقى آسر ياسين. المخرج قال له لا، اللي هيكون معاك في الفيل الازرق 3 هو محمد رمضان. كريم عبد العزيز دخل في نوبة ضحك وقال له ده كده هيبقى الفيل الاسود. كريم قال الإفيه ده والمخرج كان فتح السبيكر وفي اكتر من شخص موجودين، من ضمنهم طبعا رمضان. كل اللي كانوا موجودين وقعوا على الارض من الضحك، لكن رمضان وشه جاب الوان وكان في نص هدومه. المخرج قفل السبيكر وخرج بره المكتب وقال لكريم ايه يا كريم اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت فاتح السبيكر يا اخي ورمضان كان جنبي وسمع اللي انت قلته. كريم اول حاجه عملها انه اتعصب على المخرج وقال له ازاي تكلمني وتخلي كل اللي حواليك سامعيني؟ ما انت عارف اني بحب اهزر، حرام عليك، خليت الولد يزعل مني ويشيل في قلبه وانا والله بهزر. كريم خد عربيته وراح جري على مكتب المخرج عشان يتأسف لرمضان مرتين، مرة عشان الإفيه اللي قالوا عليه وللأسف التاني عشان مش هيكون معاه في الفيلم، لأن كريم مش عايز رمضان معاه في الفيلم وشايف إنه مش مناسب للدور. كريم لما وصل لقى رمضان مشي، ولما حاول يتصل بيه رمضان كنسل عليه وما ردش. وبعد حوالي ساعة كريم لقى رسالة على الواتساب عنده من رمضان قال له فيها مش هقدر أتكلم معاك بعد اللي قلته عليا، أنا حزين لأني كنت بحبك جدا، لكن اللي أنت عملته ده ما يصحش، خصوصا وإن دي حاجة ما ينفعش نهزر فيها، وانا اوت من الفيلم مش هعمله حتى لو كان ده من ضمن احلامي واهدافي، ربنا يوفقك. كريم رد وقال له ليك كل الحق يا رمضان تزعل، لكن انا كنت بهزر مع المخرج اللي هو صاحبي ومعرفش انك هتسمع، سامحني واعتبرني اخوك الكبير، انت على راسي يا رمضان وانا والله بحبك وشايفك فنان موهوب. حكمة كريم وهدوء رمضان كانوا السبب في ان المشكلة ما تكبرش، ولو الاتنين دماغهم سوحتهم كانت هتبقى اكبر خناقة في الوسط الفني، لكن الحمد لله ربنا ستر.